في العشرينات الضغط بيبقى عامل زي الموج العالي. ضغط المذاكرة، ضغط الشغل، ضغط هعمل ايه في مستقبلي اصلا. في وسط الدوشة دي والزحمة بيظهر لك الشيطان في صورة صاحب جدع كده، او قعدة فرفشة، وبيقولك الكلمة السحرية: فكك يا عم بقى، جرب دي وهتنسى الدنيا. كلمة تجربة هي دي الكدبة الكبيرة. احنا بنفتكر اننا مسيطرين، انها مجرد مرة او سيجارة او كاس علشان نتبسط ونهرب من الزهق. نتكلم عن اخطر فخ ممكن تقع فيه، فخ الهروب اللذيذ. ليه بنهرب من الواقع للوهم؟ وازاي تجربة فضولية مدتها دقايق معدودة ممكن تسرق منك عقلك ومستقبلك وحتى نفسك انت اللي مش هتعرف ترجعها تاني. ركز معايا. فلسفة الهروب. ليه بنقع في الفخ ده بالذات في السن ده؟ لاننا بنبقى عايزين هدنة. هدنة يعني ايه؟ هدنة من دماغنا اللي ما بتفصلش تفكير. المخدرات او الكحول اللي مش بيدوك سعادة حقيقية اصلا، هما بيعملوا حاجة كده اسمها شورت كات او طريق مختصر للمتعة في دماغك. بتحس انك طاير، ان المشاكل صغرت، انك اخيرا ارتحت. بس الحقيقة انك ما بتنساش مشاكلك طبعا، انت بس بتت... بتخدر اعصابك كده علشان ما تحسش بيها. والمشكلة الكبيرة ان الواقع بيفضل مستنيك، واول ما المفعول يروح ويختفي الواقع بيخبط في وشك كده بقوة اكبر بكتير، فبيحتاج تاني وبكمية اكبر كمان. وهنا بتقع في الساقية. انت ما بقتش بتجرب علشان تتبسط وخلاص، انت بقيت بتجرب بس علشان تحس انك طبيعي. دي ما ما اسمهاش جدعنة ولا فرفشة، دي اسمها استسلام. انت سلمت مفاتيح عقلك لشوية سموم. انا شفت بعيني شباب زي الورد صدقوني، خريجين كليات قمة كمان، اذكياء ومبدعين، وتحولوا في سنتين حرفيا لاشباح، ايوه بمعنى الكلمة. واحد منهم قال لي جملة مش هنسى وجعها. قال لي: انا بدأت علشان اتبسط، ودلوقتي انا بطلت اعرف يعني ايه بسطة من غير ما اشم او اشرب. انا ضعت مني. قال لي كده حرفيا بالنص. الصدمة انك بتفتكر انك مسيطر وانك مش زي غيرك، بس الكيمياء ما بتجملش حد. العشرينات هي السن اللي بتبني فيه عضلات ارادتك. لما بتعودها على الهروب ارادتك بتموت صدقني. السكينة مش انك تغيب عن الوعي، السكينة هي انك تستوعب الواقع وتتعامل معاه بقلب جامد. الهروب عمره ما كان حل صدقني، الهروب هو تأجيل للانفجار. طيب حلو يا سيدي، نيجي بقى لإزاي تحمي نفسك من كل الكلام ده. لو انت جوه الدايرة دي دلوقتي حالا او لسه بتجرب هتجرب، فوق، انت مش لوحدك. والاعتراف انك محتاج مساعدة هو اول طريق الرجولة والسكينة. اختار صحابك، اختار صحابك بالمنقاش كده بعناية. الصاحب ساحب صدقني، الصاحب اللي يشدك لسكة تضيعك هو عدوك الأول. مهما كان دمه خفيف أو لزوز، اتعلم تواجه وجعك، واجه فشلك، واجه ضغطك وانت صاحي. الوجع الحقيقي اللي بتبنيه وانت فايق دلوقتي هو هو اللي بيصنع منك الرجولة، وانك راجل يقدر يشيل مسؤولية بكرة. الخلاصة والرسالة الأخيرة اللي أنا عايز أقولها لك: مستقبلك ثم مستقبلك أغلى بكتير من لحظة نشوة مزيفة. عقلك هو سلاحك الوحيد في الدنيا دي، ما تبعدوش بحاجة رخيصة. وعايزك بقى تقول لنا تحت في الكومنتس
ازاي بتقدر تفرغ ضغط يومك بطريقة صحية بعيدا عن اي فخ. خلينا نلهم بعض بطرق حقيقية للسكينة. عايز اسمع ارائكم تحت في الكومنتس، وانا هقرأ كل تعليقاتكم. ولو الحلقة دي كانت سبب ان واحد بس يفكر مرتين قبل ما يجرب، فده عندي بالدنيا كلها يا شباب، والله بالدنيا وما فيها. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة. نتقابل بقى الحلقة الجاية يوم الجمعة في فخ جديد، فخ المتعة المظلمة، وسلام.